إزاي جمّعت 300 جنيه وأنا قاعدة في بيتي ما اتحرّكتش ولا رُحت يمين ولا شمال ولا اشتغلت ولا عملت أي حاجة، حاجة كُلّنا بنرميها في الزبالة جمّعت لي ال300 جنيه دهُمّة في نُص ساعة. هاقول لكم حصل معايا إيه النهارده وإزاي جمّعت 300 جنيه دُولة في نُص ساعة، وعلى الصبح كده بس قبل ما أبدأ الفيديو أقول إزيكم يا حبايبي عاملين إيه، يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اللي لسه بيشوف قناتي لأول مرة ينزل يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده. وتعالوا بقى أقول لكم أنا عملت إيه. أنتم عارفين إن أنا قاعدة كده في البيت، كنت في حاجات كده بارميها في الزبالة وفعلًا ما كنتش باستفيد بيها أي حاجة. لقيت إن أنا لمّا أبيعها هاستفيد كتير وهيخش لي فلوس من وأنا قاعدة كده مكاني مش هاتحرك خالص. طبعًا كل حاجة إحنا إيدينا كل سِت بيت أول ما تمسك أي حاجة في إيديها كرتونة حاجة، لو حتى إزازة دوا. أنتم عارفين إن إزازة الدوا اللي هي مش زي ديّة، اللي هي مثلًا ديّة أهيّة، بُصّوا الإزازة أهيّة، ديّة دوا المَغَص بتاع الأطفال، بس أنتم ما أنتوش عارفين اللي هي يعني قصدي أقول لكم هي بلاستيك ما هياش إزاز. فأنا طبعًا دي إزازة الدوا بتاع المَغَص بتاعة الأطفال أهيّة، بس أنا طبعًا مش هاجيب لكم الاسم بتاعها أهي. ديّة بلاستيك أهي بُصّوا، اضغطوا عليها كده بلاستيك مش إزاز. باجمّعها كلّها. الكرتونة بتاعتها برضه باحطها في شكارة تانية أو في كيس كبير، وكمان علب الشامبو، أزازة الشعر، أزازة زيت الأكل، الخل، أي حاجة بلاستيك، أي حاجة مكسورة. مسكت المطبخ روّقته وطلّعت منه شفاشق بقى مثلًا مكسورة بغطيانها، علب مكسورة مثلًا، علب قديمة ما بقاش حد مثلًا يستعملها. حاجات كتيرة أوي، طلّعت ده كلّه وحطيته عندي في شكارة في البلكونة. وكمان عارفين عارفة يا سِت الكل إن أنتِ لمّا تجيبي الكراتين، يعني أنتِ مثلًا طبعًا أزايز الدوا بتبقى كل إزازة جاية في كرتونتها، الكراتين بتاعة الدوا ديّة ورق اللي العيال بيرموه ده، لو أنتِ مثلًا بتروّقي الشقة وبتكنسيها بتلاقي ولادِك كده خلّصوا مثلًا مذاكرة ومش عارفة إيه، وتلاقيهم سايبين كده ورق وحاجات كده ما هماش عايزينها بيرموها في الأرض، امسكيها لمّيها كلّها في شكارة. طبعًا الامتحانات جاية أهيّة بقى وهيخلّصوا مذاكرة، وطبعًا كُتب الترم الأول هتتركن كلّها برضه في جنب. لأ، إحنا كده بقى عايزين إيه، إحنا كده عايزين يا سِت الكل اللهم صل على النبي يبقى معانا فلوس. المهم بقى أنا جاية لكم في الكلام. بُصّي يا ستي، أنا نزلت خدت الشجارتين دُولة اللي فيها كراتين وورق ومش عارفة إيه ديّة، اديتها للراجل اللي بيعدّي بتوع الخُردة، طبعًا كل يوم بيعدّي عليكِ كذا واحد، كذا واحد بتاع خُردة. المهم في واحد بصراحة أنا عارفاه فمعاملاه فبادّي له ومعلّماه يعني. المهم بقى نزلت له، اديته الشكارة الأولانية اللي هي بتاعة الأزايز البلاستيك، حاجات البلاستيك ديّة، ورُحت جاية بقى مدّياها له. عارفين إن كمان سلة الزبالة المهملات كانت مكسورة حطيتها له، أطباق بلاستيك، بُصّوا روّقت المطبخ وما خليتش فيه أي حاجة، عايزاكِ بقى أنتِ تقومي تروّقي المطبخ بتاعِك. المهم يا حبيبتي، رُحت جاية منزّلاه له، أنتم عارفين البلاستيك جِه كام كيلو؟ 20 كيلو، 20 كيلو بلاستيك، الشكارة جات 20 كيلو ب ب200 جنيه، الشكارة جات 20 كيلو ب200 جنيه، وال100 جنيه التانية بِعت بيها الورق والكراتين، البتجيج ال ك ال الورق والكراتين ب5 جنيه. طيب الكلام ده بقى ممكن تحوّشيه تعمليه في قد إيه؟ ممكن مثلًا على شهرين، يعني أنا على شهرين 2 مليت الشكارة اللي هي بتاعة البلاستيك ديّة، وكمان اللهم صل على النبي، مليت الشكارة بتاعة البلاستيك، وكمان الكراتين برضه كنت باجمّعها، جمّعتهم في شهرين. ب حاجة بتروّقي منها، أول حاجة بتروّقي المطبخ بتاعِك، فلوس بتيجي لِك بدل ما كنتِ في حاجات بترميها في الزبالة بقت تجيب لِك أهيّة فلوس، يبقى أنتِ كده مستفيدة. كمان يعني إيه عشان ما تروحيش ترمي برضه الحاجات دي برضه في الزبالة. طَب أنتم عارفين إن الناس اللي هُم بتوع الزبالة أصلًا بييجوا في ناس كده بييجوا يقلّبوا كده في الزبالة ومش عارفة إيه، تبُص تلاقيهم بيلمّوا أزايز الزيت ديّة، علبة بلاستيك، غطا بلاستيك، أي حاجة هُم بياخدوهم هُم يبيعوها بياخدوا فلوس وبيستفيدوا منها. يعني هُم بييجوا يقلّبوا كده في الزبالة، كراتين بقى، أي حاجة، تلاقيه كده لو معاه مثلًا تروسيكل والّا حاجة حاطط شكاير كده في التروسيكل بتاعه لكل حاجة بيحط فيها حاجة، بيمشوا في الشوارع بيدوّروا على الحاجات دي. والله أنا في مرّة كنت ماشية في الشارع ولقيت واحد معاه تروسيكل بيحُط الحاجات البلاستيك ديّة في شكارة، وعامل للكراتين دي شكارة، ماشي في الشارع يدوّر على أي حاجة بياخدها. فأنتِ ليه بقى
فأنتِ ليه بقى بدل ما أنتِ اللي ترمي الحاجة دي في الزبالة وغيرِك يستفيد بيها، أنتِ ليه ما تستفيديش بيها؟ أنا عارفة طبعًا إن واحدة ممكن تقول لي ده رزقهم وكده وبيسترزقوا من حاجة زي كده، طيب وأنتِ كمان دي فلوس هتخش لِك أهيّة من غير ما أنتِ تعملي حاجة وأنتِ برضه مستفيدة بيها، هو أنتِ إزازة الزيت دي ما اشتريتيهاش والّا إزازة الخل ما اشتريتيهاش والّا إزازة الشامبو ما اشتريتيهاش؟ لأ، كل الحاجات دي أنتِ اشتريتيها وهتبيعيه، تقدري تاخدي ال300 جنيه هُم تجيبي بقى اللي أنتِ عايزاه، ناقصِك حاجة في البيت، تجيبي خزين المطبخ، ده أنتِ يا شيخة لو هتجيبي لِك كل مثلًا ال300 جنيه دُولة عارفة ممكن يجيبوا لِك إيه؟ ال300 جنيه دُولة ممكن تجيبي مثلًا خزين في البيت، ممكن تجيبي لِك 2 كيلو رُز، على 2 كيلو مكرونة، على 2 كيلو شعرية، ممكن تجيبي لِك مثلًا 2 كيلو سُكّر، ويبقى معاكِ فلوس قبل رمضان لو أنتِ ما أنتيش عارفة تجيبي فلوس منين، لو أنتِ لسه ما جبتيش خزين رمضان. يعني فكرة أهيّة حلوة وجمّعنا 300 جنيه من حاجات كنا بنرميها في الزبالة وإحنا المستفيدين. أتمنى يا رب تكون الفكرة ديّة عجبتكم، وبكده بقى يا ست الكل تبقي ضربتِ 3 عصافير بحجر واحد، أولها نضفتِ بيتِك من الكركبة اللي بتبقى موجودة فيه، تاني حاجة استغليتِ الحاجة ديّة ودخلت لِك فلوس تقدري تجيبي بيها أي حاجة، دخلت لِك فلوس أهيّة من وأنتِ قاعدة في بيتِك، تالت حاجة هتجيبي كل اللي أنتِ نِفسِك فيه واللي أنتِ عايزاه كله بالفلوس دي. طبعًا أنا واحدة من الناس اللي كنت في أي حاجة على طول في جردل الزبالة، إزازة الخل فضيت أروح على طول أوتوماتيكي كده أرميها في جردل الزبالة، لأ ده إحنا كده هنبقى زي الفل. في حاجة كمان كنت عايزة أقول لكم عليها بس إيه، آآ العيش برضه الناشف لو أنتِ هتاخديه برضه العيش اللي هو التموين المدعم ده لو أنتِ هتبيعيه كيلو برضه بيتباع ب10 جنيه وبيدخّل لِك برضه فلوس كتير، فأتمنى منكم وطبعًا إحنا بنبقى دافعين حقه يعني. اللي عجبته بقى أي فكرة من دُولة يكتب لي في التعليقات، وما تنسوش لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تحطوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وكمان عايزاكم تنزلوا تاخدوا جولة كده في القناة عشان تشوفوا إيه الأفكار اللي فيها، في أفكار حلوة جدًا، جدًا عن التوفير، أتمنى منكم تحطوا لايكات للفيديوهات ديّة، وإن شاء الله ده كان فيديو النهارده إزاي تجمّعي 300 جنيه من حاجات كنتِ بترميها في الزبالة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.